هتيجي معايا كده افهمك حاجه الانترنت ما بيشتغلش من غيرها. خليك معايا كده وهعرفك يعني ايه اي بي ادرس. اي جهاز متصل بشبكه لازم يبقى ليه عنوان يقدر من خلاله يتعرف ويتواصل مع الاجهزه التانية، والعنوان ده هو اللي بنسميه الاي بي ادرس. وعندنا منه نوعين، البابليك اي بي والبرايفت اي بي. البرايفت اي بي ده العنوان اللي كل الاجهزه اللي عندك في البيت تستخدمه جوه الشبكه، زي الموبايل او اللابتوب او حتى التلفزيون. كلهم بياخدوا ارقام زي 192 دوت 168 دوت 1 دوت رقم، والرقم ده من 2 ل 254. العناوين دي شغاله جوه الشبكه بس وما بتطلعش على الانترنت ومحدش من بره يقدر يوصل لها. البابليك اي بي ده العنوان اللي الراوتر بتاعك بياخده من شركه الانترنت اللي انت مشترك معاها. يعني اي جهاز جوه الشبكه بيجي يطلع على الانترنت بيستخدم نفس البابليك اي بي بتاع الراوتر. وهنا بقى بيجي دور حاجه مهمه جدا اسمها النات، اللي هو النتورك ادرس ترانزليشن. فكرته ببساطه انه يخلي كل الاجهزه اللي جوه الشبكه الداخليه تشتغل بالبرايفت اي بي، وبعدين لما يجي يخرجوا الانترنت الراوتر يجمعهم ويطلعهم كلهم ببابليك اي بي واحد، بدل ما نحتاج اي بي لكل جهاز. وبكده نكون حلينا مشكلتين، وفرنا عدد كبير من الاي بي وخلينا الشبكه الداخليه معزوله واكتر امان. اما كده الاجهزه هتتلخبط، هقول لك لا خالص، الراوتر بيحل القصه دي باستخدام البورت. كل جهاز بيخرج على الانترنت من بورت مختلف، وده اللي بيخلي الراوتر يعرف يفرق بينهم حتى لو كلهم طالعين بنفس البابليك اي بي، وبالتالي يوصل لكل جهاز الرد اللي يخصه من غير اي مشاكل. وده كان الفرق بين البابليك والبرايفت اي بي. اشوفك مع خير الفيديو الجاي.